عربيات كروز معروفه دايما اول حاجه ما نقول كروز 2010 موضوع الفتيس. قلنا قبل كده الموضوع بتاع الفتيس دوت اتعالج بكولر زياده بيركب بيبرد، بيبقى موضوع الفتيس ما فيهوش مشاكل نسبيا يعني زي ما كان بيحصل. العربيه دي من عيوبها، من عيوبها الثانيه ان العربيه بتاكل بنزين بسبب وزنها، ان هو ميزه الناحيه الثانيه نساجها محمل. طبعا تصميم العربيه من بره ومن جوه تصميم عصري شويه حلو، يعني هو واكل يعني من 2010 لحد احنا في 2026. طبعا هو لحد العربيه ل 2013 الشكل اتغير في الشبكه وفي المكنه طبعا، فهو واكل التصميم ده لحد دلوقتي. تكييفها حلو، بس العربيه قلنا الامتياز اللي فيها اللي هي تقيله على الارض، بس في الناحيه الثانيه عيب بتاكل بنزين. المهم العربيه سعرها يعني ثابته على السرعات العاليه، العربيه ممكن في طلعتها مش احسن حاجه، هنحسبها في الفئه يعني الفئه السعريه بتاعتها هي يعني لو حد عايز يركب عربيه شكلها حلو. فاحنا رايحين نبص على العربيه دي برضه في نقطه ثانيه قلناها قبل كده، لو احنا بنتابع وبنعرف الفيديوهات دي نستفاد منها. العربيه دي سعرها كويس، يعني صاحبها بيتكلم في 320 وهو صاحبه في الشغل، فما كانش عارف ان السعر ده حلو في الاوتوماتيك لحد لما كلمني قلت له لا العربيه دي سليمه جوه زي ما صاحبك بيقول، العربيه دي هتبقى ممتازه بسعر كويس جدا، ثمنها ثمن مانيوال. ف بنحاول نقرب وجهات النظر ما بين الاثنين، خلينا نوصل ونقول برضو اي حاجه واي فكره واي معلومه ان شاء الله هنضيفها. صلى على النبي يلا بينا نبص على العربيه دي بعد جامعه حلوان، كان زمان اسمها عين حلوان. الناس اللي عارفه المنطقه وعارفه الحته، المساكن دي كانت في الصحراء، بص بقت في وسط العمار دلوقتي. الحته دي اسمها تشكا. عايزين دلوقتي هنشوف العربيه فيها ان شاء الله باذن الله، وزي ما احنا العربيه دي بتاعت صديق الراجل اللي احنا رايحين اللي هو متابع بقاله فتره وجذب في الكلام، يعني لا اخو ده مش اخوه الان. فاحنا بنيجي بفضل الله بيبقى لو حلوه بنطمن بقى ده وبنقرب مع ده والدنيا بتمشي زي ما انتم فاهمين الخطوات. خليكم معانا لحد ما نشوف بنوصلك عشان ان شاء الله اكمل فيديو عجبك غالبا ان شاء الله يعني. دلوقتي وقابلنا حمدي واقفين بندردش انا وهو، العربيه دي دايره اهي والمفتاح اتقفل عليه يعني وهي دايره بتعمل لوك تقفل. والناس بتوع المكان ده احنا في حلوان شغالين في العلامه ديت يعني، فدي مغيره سيستم. فانا بقول له هو شغال محاسب، فاحنا بندردش بيقول لي ده انا عندي مراكز صيانه ماسك لهم شغلهم. فانت بتقول للراجل قال لك يقول لي كده، وقال لي اي حاجه متغيره يعني ملعوب فيها ما تعتمدش عليها، يعني مثلا حاجه مانوال اتعملت اوتوماتيك لا دي بلاش عشان مشاكلها بتبقى كتير. فلما كلمت الباشمهندس خالد قال لي لا لو هي متغيره سيستم كويس ومعموله في مركز كويس ما فيهاش اي مشاكل خالص، يعني بتبقى كويس. انتوا واخدين بالكم يعني ممكن واحد بيجامله بكلمه ماشي ممكن دي مدرسه ان يعني عربيه ملعوب فيها، هو بيتكلم عن عربيه يعني عربيه ما تفكتش، عربيه ما تفكش منها، انما عربيه رشه عربيه. طب العربيه دي كفاءتها علت بايه؟ فيها مكنه ايكوتك بفتيس. طب انا شلت المكنه القديمه اللي فيها المشاكل وركبت المكنه الاوبل بتاعه القصر اللي هناك دي، شايفينها الشكل الجديد ال 14، فسقطوا لها المكنه دي. فهل ده كده يقلل من شأن العربيه؟ لا بالعكس، ده بيزود كفاءتها. عربيه واقفه ما شاء الله ولا قوه الا بالله زي ما انا قلت وانا جاي. انا شايف كاوتش حلو، بصوا طقم جنط، عربيه بيقول لي تكييفها ثلاجه، احنا لسه ما فحصناش، ده واخد زيرو. فالكلام اللي هو بيقوله بالسعر ده الراجل كان هيودي الراجل فين؟ في الخساره. هيوديه فين؟ في الخساره. ازاي؟ عربيه فيها شاشه جوه، لا الكلام حلو يعني. بيقولوا اصل العربيه مغيره مكنه، مغيره سيستم اللي هو بتاع الاوبل، يبقى دي كده مش حلوه المكنه بتاعت. طب ما في الفتيس مشاكله خلاص والمكنه دي مشاكلها اقل، يعني عارفين انت العربيه زي ما قلنا كفاءتها زادت. يقولوا لا. خلينا بس نكمل ونطلع تاني نصلي على النبي. احنا بنتفرج على العربيه دلوقتي ماشي. العربيه دي عايزه سيستم ايرباج. الحزمه ديت هتلاقي الحزام ده قافش، الحزام ده زي ما انتم شايفين كده. هي حلوه بس ممكن تكون مناسبه لشخص يعني هو ده لسه كبدايه ما يعرفش حاجه. عربيه بنعكشها، بص كاوتش البيبان مش موجود، رشه يعني برضو ده لو حسبناها اللي هي اهمال صناعيه، حاجه على حاجه بتوقع العربيه. هو صارف فجاب كاوتش وجاب جنط. بص العربيه يعني مثلا هتيجي هنا هتلاقي صباع زي دوت عاملينه ايه بسيليكون، في شغل عشوائي، الضفيره عايزه تتظبط، كل حاجه عايزه تمشي مكانها، في كباري هنا الكلام ده ما ينفعش، ففيها شغل عشان ترجع على الوضع.
يعني حلوه ومناسبه لحد فهمان سعرها، بس هيخش فيها عشان يركب عربيه عدله، او ممكن يشوف حاجه اقل، او هيمشي بدي على كده ويتعامل مع صناعيه يكونوا فاهمين مفيش الشغل العشوائي اللي معموله بيه العربيه. يعني عارفين انت العربيه معموله بعشوائيه، شايفين العربيه عامله ازاي، منعكشه وحشه قوي، بس مش وحشه يعني، مش وحشه اساسيات، عربيه وحشه اهمال. الشغل معمول فيها هنا، في مرمى معموله مرشوشه قبل كده شايفينها اهي، دي مرمى برومه مش خبط، لان بس العربيه من هنا كلها سليمه، باب الشنطه بتاعها ده دي مرمى هنا معموله برومه، حتى مطقطقه تاني برومه شايفين اهي اهي. فخلينا نخلص ونطلع معاكم تاني، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وخليكم. هقولها لك عشان تعرف العربيه بتقع ازاي، حاجات بسيطه يعني، مثلا حد فك فرش الباب راح مقفله غلط، قطم بوظه، تمام. هنا ده بتاع كشاف النمره، بص اتشال اترمى اهو، ده بيركب هنا، هتدور عليه هتقعد تلف حوالين نفسك، فدي بتترمي اهو، ده اترمى، بص ده اترمى هنا اهو، خلاص بقى منظره سلك مدلدل. نفس الموضوع العشوائيه اللي بتحصل دي، لسه بنقول الصنايعي نفسه اصلا فرتك الباب عشان خاطر يجيب المفتاح، ما هو ملوش دعوه، ما العربيه بتترمي زي ما انتم شايفين، فاهمني. في هنا مرمى فيها برومه هنا في الدواخل اهي، تمام، دي معموله. وهنا برضو الحتت دي بتبقى بتاخد ميه، بتربي برومه في الحتت دي، فاهمين العربيه بتقع ازاي. ده خرطوم باب بيقفل زي مخده كده تحت، بيقفل عليه الباب ده اهو، ده اهو اترمى جوه العربيه، ده وقع وده وقع، السقف وقع، الناحيه الثانيه وقع، حزام وقع، تكييف دلوقتي مثلا العربيه دايره مركبين القطمه دي استيراد، بص المنظر، بص العربيه عامله ازاي، فبر وقع، فيشه كشف الاعطال مرميه تحت، المفروض بتركب بمسمارين، لا ارمي هنا، الوش ده سايب، سيبه كسر، العربيه واقعه، العربيه عايزه تتقفل، عايزه تتعمل، العربيه مش وحشه. تعال نطلع نجرب كده، قفل كده نطلع نجربها، فاهمين الحته ديت. يا رب نكون بنستوعب وبنتعلم حاجه تفيدنا. العربيه بتقع منك واحده واحده، العربيه دي ترجع تاني واحلى من الاول، بس هتصرف، بس ايه هتصرف، مش هتركب عربيه ايه تكييف شغال، تكييفها حلو مش وحش، معقوله، مكانتها ناعمه مش وحشه، بس طبعا العشوائيه في التقفيل. السقف ده مشدود، بس مشدود على الله ان شاء الله، عند صنايعي وقع. خلينا نكمل يلا. تمام، الواضح احنا مشينا شويه بالعربيه، احنا عند جامعه حلوان، طلعنا من الحته اللي احنا كنا فيها ديت. الواضح العربيه يعني الشغل فيها بأنهي طريقه، هو بيصرف، عايزين كذا خد، عايزين كذا خد، بس هنا بقى انت كل سلكه قدام عينك من بره سايبه. تخيل بقى القطمه دي اتقفلت، كام سلك متساب، فيشه مرميه هنا، قيس بقى الكلام دوت على كله. في الحوض برضو نفس الموضوع، صباع الحراره اتقطم، اديله سيليكون وقفل يا باشا عشان ما ياكلش دماغنا. العربيه، ما هو انا مش مهتم يعني، اهم من الشغل نفسه ظبط الشغل. الكلام ده مش كلام كان بيتقال وخلاص حكايه يعني وحدوته. عربيه حلوه، مشاها حلو، فتيسها كويس، موتورها كويس، تكييف حلو معقول، بس العربيه منعكشه، العربيه واقعه من كل حته، مرميه سلكه، مرميه فانوس، مرميه كشاف، ازاز مكسور، سقف واقع، فانوس الصالون واقع، فلا مليانه شغل. عايزه بقى ايه، حد هيركب هيتسلى في العربيه دي واحده واحده. طب الراجل بقى ايه دنيته، هل خبرته هتاهله يعمل الكلام دوت عشان ما غرقوش، ما عملوش بدماغي انا، او انا اكن انا يعني ما تعملش الناس بدماغك، انت فاهم او انت عارف، سيبك من الفهم، كلنا فاهمين وكل حاجه، بس انت عارف في الحته ديت متمكن فيها، طب انت هتقدر تكمل. فانا بقى اما اقعد معاها هعرف الدنيا فيها ايه. هي العربيه ماشي وتمام وفتيس، بس العربيه فيها لوند منوره، لمبه الفرامل اكيد، اكيد الخزنه فيها حاجه، فيشه كهرباء زي ما انا قلت منعكشه، هتلاقي في شغل. العربيه دي كانت مانيوال وقلب، تمام. قلت لكم ان هي ضربه ايرباج، العربيه ما فيهاش ايرباج اصلا، العربيه دي اول فئه فاضيه، بس الحزام دوت لما بيبقى راتط كده بيبقى فيه الطلقه اللي تحت ديت، لما بيضرب بتخلي الحزام يرط، خلاص ما بيروحش، السوسته بتاعته بايظه، فغالبا الحزام ده بايظ. وده شغال اهو، اللوك بتاعه شغال، بس اصلا ما فيهاش ايرباج. خلينا نخلص ونطلع تاني. بص العربيه هي في نص الطريق، احنا قلنا سعرها حلو في الاول صح، وبرده على مبدأنا زي ما احنا سعرها حلو مش وحش، 320، بس مش هتبقى مناسبه لحمد اللي معانا. انا اول مره اعرفه على فكره، وفي حد قال له خد الرقم، هو يعني الناس الحمد لله محبه الناس زي ما بنقول احسن من اي حاجه، في ناس كتير بتتابع ولو مش هستفاد بفيد ناس، ده اللي بيحصل. هو في واحد قال له خد الرقم وجينا اتفرجنا على العربيه بتاع جاره،
ب 320,000. بس العربيه زي ما انتم شايفين، هو بيقول لك فيها ماشي سليمه دواخل، بس ما فيش كاوتشه محطوطه مكانها، ما فيش سقف سليم، الضفيره بتاعت العربيه ملعوب فيها، محتاجه شغل كهرباء. زي ما انت شفت الصالون واقع. فماشي انت صارف كتير، بنقول الكلام ده، انت صارف بس مش صارف في المكان الصح، او ما صرفتش عند الناس الصح. فلا، ما انت النهارده لما هخش له في 30 40 الف جنيه اقول لك في ايه؟ يعني انت الكليبسه بفلوس النهارده، الكليبسه الاصليه اللي بيبيع لك الكليبس، والناس اللي فاهمه في العربيات فاهمه الكلام اللي انا بقوله. الكليبس النهارده بفلوس الاصلي، مش الكليبس اللي بحطه يتكسر وانا بقفله مثلا في فرش باب ولا بقفله. فالحاجه الاصليه او الحاجه النظيفه بفلوس، مش هصرف كل يوم. بس فهو بيكلمه ويقول له ايه، قلت له يقول لك فيها حاجه دواخل. يا عم ما فيهاش حاجه دواخل، بس يا فرحتي ما فيهاش حاجه دواخل، العربيه مسوسه. مش منطق يعني. اما هصرف على العربيه ديت 20 30 40 الف جنيه مثلا، لو مسكت الصالون بالبويه اللي عليها مش احسن حاجه، والكاوتش والحاجات الناقص جبتها. معلش كان حد اتصل، فاحنا قلنا العربيه دي لو انا هصرف عليها وصلت لحد 340 350، طب ما شاريها العبد ولا ربيته، يعني اخدها ب 400,000 واقفه سليمه، وواقفه ما فيش جنيه مصروف، او كل اللي فيها يبقى شويه صيانات، مش هترس في كل الهري ده، هتبقى بالنسبه لي مناسبه اكتر. يعني حاجه غاليه تبقى ارخص، زي ما بقول لك الغالي رخيص. طب انا العربيه سعرها حلو وانا هتعب وهلاقي ثمن شقاوه وتعبي، لا انا اتعب والاقي ثمن واطلع حاجه كويسه وابقى عاملها على ايدي، مش هتزعلني، هبقى اخليها احول العيب لميزه، بس بالعقل. لا انا ابقى عامل الحاجه على ايدي، بس هو بثمنه، مش مديني ايه اللي انا اوصل. بس بقى طب انا عملت ايه؟ انا جاملتك وشدتها بس. فده كان الفيديو بتاع العربيه، يا رب يكون المعلومات دي بتفيد، ولو بتفيد محتاج اشوف الناس بقى حبايبنا زي ما بشوف كده في التعليقات، ايه رايكم، ايه انطباعكم، ايه اللي انتوا حابينه، ايه اللي كويس، ايه اللي جاي معاكم، ايه اللي مش جاي. تمام؟ ونوصل لحد هنا، ما داس لايك دوس، عشان ان شاء الله نوعيه الفيديوهات دي هتفيدك، ولو ما فادتكش زي الراجل اللي اداله الرقم هيفيد غيرك. والدال على الخير كفاعل، وان شاء الله اللي احنا بنعمله ده كله خير بفضل الله. السلام.